السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في خطوة تصعيدية نتيجة للقرار الصادم من الأمن القطري، أصدر صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانا رسميا للرد على مقطع الفيديو الخاص باعتدائه على مشجع جزائري في قطر، بعدما أكدت الشرطة القطرية توقيع غرامات مالية على المسؤول الكاميروني لعدم احترامه والتزامه بقوانين الدولة التي تمنع المساس بأي مواطن أو مقيم على أراضيها. فقد أبدى اعتذاره للجمهور الجزائري عن فقدان أعصابه ودخوله في مشاجرات أسفرت عن هذا الحادث المؤسف، موضحا بأن ردة الفعل التي قام بها هذا الجزائري لا تتناسب مع شخصيته، وتعهد بمقاومة المضايقات اليومية التي يقوم بها بعض المشجعين من الجزائر الذين يحاولون منذ مباراة الكاميرون والجزائر التطاول عليه بالإهانات ومزاعم الغش التي بدأها المسؤولون في الاتحاد الجزائري ضد الكاميرون ومسؤوليها بدون أي دليل رسمي. وأشار صامويل إيتو إلى أن جماهير الكاميرون بأكملها تتعرض لتلك المضايقات خلال المونديال من قبل مشجعين عرب وجزائريين بسبب نفس الموضوع، وبالرغم من أنني أعرف بأن سيناريو هزيمة الجزائر كان قاسيا لكنه يتماشى مع قواعد وأخلاقيات كرة القدم، بعدما تم رفض مذكرات الاعتراض الرسمية للاتحاد الجزائري من القضاء المختص داخل الفيفا. لذلك أدعو جميع السلطات الجزائرية والاتحاد الجزائري بتحمل مسؤولياتهم لوضع حد لهذا المناخ غير الصحي قبل وقوع مأساة أكثر خطورة. وأقول لمشجعي الجزائر: أتمنى بأن تجدوا السلام وأن تتغلبوا على خيبة الأمل من الهزيمة المؤلمة التي أصبحت من الماضي، وتوقفوا عن إلصاق الاتهامات بالرشوة لنا وللحكم باكاري جسامة، وحاسبوا مسؤوليكم على هذه الخيانة. وفي الأخير شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.